هل تعلم أن مصر فيها بقيع ثاني غير البقيع اللي موجود في المدينة المنورة؟ هذه المقبرة مدفون فيها قرابة 5000 من الصحابة والتابعين، منهم 70 صحابي ممن شهدوا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديداً موجودة في قرية البهنسة في المنيا بصعيد مصر. البهنسة هي قطعة أرض في مصر سقط على ترابها آلاف الصحابة شهداء، وحوت أرضها أجسادهم الطاهرة بعدما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر سنة 20 هجرية، وفتح كل حصون الرومان المحتلين في شمال مصر. استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في استكمال فتح حصون الجنوب لفتح صعيد مصر، فكان أقوى حصون الرومان وقتها حصنين، هما حصن البهنسة والثاني حصن أهناسيا. وفعلا أرسل عمرو بن العاص جيشا لاستكمال الفتح، وفي ذلك الوقت دفع الرومان بكل جنودهم لحصن البهنسة، لأن سقوطها يعني سقوط الصعيد. ودارت المعركة وانتصر المسلمون، وارتقى من جيش المسلمين 5000 شهيد من الصحابة وأبناء الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم. ومن أشهر الصحابة المدفونين في البهنسة هم زياد بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، والقعقاع بن عمرو، والذي قيل فيه لا يهزم جيش فيه القعقاع رضي الله عنه، وسليمان بن خالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وحفيد رسول الله الحسن بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن أبي ذر الغفاري، ومحمد بن عقبة بن نافع، وعلي بن عقيل بن أبي طالب، وجعفر بن عقيل بن أبي طالب، وخولة بنت الأزور، وأبو سلمة الثقفي، وأبو سليمان الداراني، وابن أبي دجانة الأنصاري، وأبو العلاء الحضرمي، وأبو كلثوم الخزاعي، وأبو مسعود الثقفي وغيرهم. أرض البهنسة لا تنتهي عظمتها عند احتضانها لأجساد الصحابة الأجلاء، فقد كانت قلعة من قلاع صناعة الغزل والنسيج في العصر الإسلامي. فمن البهنسة أيضا كانت تذهب كسوة الكعبة المشرفة إلى مكة المكرمة في العصر الفاطمي في موكب مهيب جدا.